الراجل ده بيمسح بوجه في فستان البنت دي، والفستان بيكون غالي جدا. البنت بتشوفه بتتغاظ من اللي عمله، لكن الغريب ان الراجل بيعمل نفسه مش شايفها وبيكمل مسح في الفستان. بتقوم شادة الفستان منه وبتشتمه، والراجل مش بيرد عليها ويطلع $1000 ويديهم لها. الراجل هنا كان فاكر ان البنت هتاخد الفلوس وتسكت، لكن البنت بترميله الفلوس في وشه وبتضربه بالقلم. وهنا الراجل بيتعصب منها جدا وبينادم على الامن عشان يطلعوها بره المكان، والامن بيقول للبنت ان ده مستر جاك مدير المكان. وهنا مستر جاك بيقطع كلامهم ويفضل يشتم في البنت، وبتيجي البنت تمشي لكن بتدوخ وبتقع، وبيتدخل جاك وبيلحقها وبيطلع بيها بسرعة على المستشفى. وبيتصدم مستر جاك لما ام البنت بتقول له ان بنتها بتعاني من مرض نفسي، وبيروح يجيب لها اكل ويستناها تفوق عشان يعتذر منها، بس البنت مش بتقبل اعتذاره ومش بترضى تاخد منه الاكل ولا تسمعه. وهنا مستر جاك بيسيب الاكل ويمشي ويكون زعلان جدا وندمان على اللي عمله. وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة علشان عاوزين نوصل